عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الطيبين عاملين ايه؟ نعمل مع بعض المحشي. بقلي البصل اهو عشان احط الطماطم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. ونحط الطماطم وارجع لكم. نحط الطماطم ورجعنا لكم. وادي ايه؟ ادي الكمون والفلفل الاسمر والبهارات والنعناع والملح والبابريكا، كل البهارات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيناها كلها مرة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي احنا ايه، وضبنا الكوسة والبتنجال والفلفل واتغسل وصفيته من المية. ودي التسبيكة بتاعت المحشي، وشيلنا كمان منها عشان لو عوزنا رز تاني ولا حاجة. هغسل الرز وايه، وادي الرز بيتغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا غسلنا الرز اهو هنصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. اخواتي الطيبين، هنقلب الرز على الصلصة والخضرة. صفي بقية الرز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكن لنفسي طرفة عين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايه رأيكم في الصلصة؟ بصوا حمرا وجميلة ازاي. انا شايلة صلصة منها، كنت عاملة يعني بزيادة يعني، عشان ممكن برضو الرز ما يكفيش نعمل تاني. شوف الباب وارجع لكم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نحط شوية ملح كمان. والخضرة
وادي الخضرة كلها، ولو عوزنا يعني في الفريزر. دلوقتي اما اقلبها مش هتبان. البوتاجاز ده مدعي عليه كل شوية امسحه، كل شوية الرزاية تقع، خضراية تقع. لا حول الله يا رب. هو انتوا تشتغلوا المكنة ساعتها ما نيجي نصور؟ لا عارفين نعمل بثات ولا عارفين نعمل فيديوهات. ربنا يسامحكم بقى، ربنا يسامحكم. ايه رأيكم؟ الخضرة حلوة برضه اهي. وهنكمل بقى ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنقطع بصل حلق. الطماطم طبعا انا حطيت ليا في قلب ليا بتاعت الخروف، انتوا عارفينها. حطيت وانا بس بحمر البصل حطيت ليا، وحطيت شوية زيت عليها عشان متبقاش تقيلة برضو علينا. ودي احنا حطينا البصل والطماطم، وهنحشي بقى بإذن الله. نحط حبة شطة صغيرين، ولا هو باين قرن الفلفل حراق؟ لا كفاية، بس ما يبقاش حراق عليهم قوي. ونسمي الله كده ونبتدي. انا طبعا هعمل معاكم بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده البتنجال. انا حاطه التوابل قدامكم، وحطيت بعديها كزبره ناشفه، ما كنتش حطيت معاهم. حطيت معلقتين كزبره ناشفه مع البابريكا والكمون والفلفل الاسمر والبهارات. ايه رايكم اهو؟ بس ما نملاهوش قوي، يعني البتنجاله ما تتمليش قوي عشان لما تيجي تستوي ما الرز ما يطلعش ايه، ما يبقاش مبدور في الحله. وبنفض البتنجاليه كده من الرز، ما يبقاش الرز مالي الحله. بصوا اهو. وبعدين نعمل كوسايتين. انا غاسله الحاجه من بدري وسايباها تتصفى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور عينينا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. أحلى محشي ده ولا إيه يا ولاد؟ إن شاء الله نعمل كوساية كمان معاكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يجعله يوم حلو عليكم كلكم وعلى أمة الإسلام كلها يا رب. طبعا هو يوم حلو ومفيش أحلى منه. فاضية من جوه بس مرجتها كده الرز اتحرك من مكانه وما ندسش وخلاص. لا نبص لو الرز مكتوم فيها مش هيستوي. نخليه يعني ما يبقاش مكتوم قوي. وادي الفلفل كمان. وادي الفلفل اهو. بس مش هعمل ورق العنب النهارده. ورق العنب يوم تاني عشان انا انتوا عارفين انا تعبانه. يعني الحمد لله والشكر لله. وضبت الحاجه كلها وعملتها. يعني حلوه قوي المحشي مشكل. ورق العنب خليه يوم لوحده. الفلفل لما بيقعد مش عارفه بيحمر ليه كده. ان شاء الله بالهنا والشفا لله ياكل. اتفضلوا معانا بقى على المحشي. محشي جميل يا ولاد. محدش ما بيحبش المحشي. مفيش حد ما يقول ما بيحبش المحشي. نعمل معاكم كمان ايه في الفلاية كمان. واخلص بس حشي المحشي وارجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي المحشي يا ولاد استوى. وادي الحلة التانية يا ولاد. فلفل وبتنجان. وحطيت كوسة هنا برضه. وهنا الكوسة والفلفل. مطفتش عليه بس لسه هسيبه شوية بس.